السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قضيتنا اليوم فيها تفاصيل واحداث كثيره. البطل ديالها ما كيعرفش الرحمه، وحش في هيئه انسان بسيط. وباش نحلوا خيوط ديال هذه القضيه اللي حمقات امن الدار البيضاء، بقاو معايا نكتشفوا شنو اللي خلى هذا المجرم يتمادى من بعد ما كان شفار ولا سفاح قتال كيقتل الضحايا ديالو بدم بارد وبلا شفقه. اجيو نتعرفوا على اخطر سفاح مدينة الدار البيضاء اللي ارتكب مجموعة من الجرائم، فيهم السرقة، القتل، وزيد وزيد، القائمة طويلة. السفاح الشيطان ديالنا اليوم سميته مصطفى متشوق. كان مطلوب رقم واحد في الدار البيضاء، وتحكم بالإعدام وهو مازال كيتسارى في الأزقة ديال الدار البيضاء، وكيرتكب الجرائم بدم بارد. وماشي غير بوحدو، مع الشريك ديالو اللي سميتو بوشعيب الزناني. حتى هو غادي نتعرفوا على قضيته. قصة هاد الجوج الشياطين هما بحال القصة ديال رايا وسكينة. هادو هادو كانوا في مصر، وهادو النسخة المسخة ديال رايا وسكينة بالدار البيضاء. غادي يخليو الساكنة ديال الدار البيضاء بلا نعاس. القصة ديالهم والإجرام ديالهم وصل لواحد الدرجة ما يمكنش لكم تخيلوه. بقاو معايا، تفاصيل كثيرة، وبقاو معايا باش نقدروا نديطيو كلشي وتفهموا القصة من الديبار.